الشرع يعلن زيادة المعاشات بداية من الأول من سبتمبر. مفاجأة سبتمبر 42% زيادة. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات وكبار السن. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس، وإليكم التفاصيل الكاملة. يترقب أصحاب المعاشات في سوريا أي قرارات جديدة تتعلق بالدخل والمعاشات، وخصوصا مع اقتراب شهر سبتمبر، وسط حالة من الاهتمام الكبير بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة جديدة قد تصل إلى 42%. وتأتي هذه الأنباء بعد الزيادة التي أقرها الرئيس أحمد الشرع الأخيرة التي كانت في شهر يونيو الماضي. وحتى الآن وفقا لما تم إعلانه في بعض من المصادر الرسمية التي أكدت على صدور قرار رئاسي جديد بزيادة المعاشات بنسبة 42% اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026. لذلك يجب على أصحاب المعاشات الانتظار للأول من سبتمبر للحصول على هذه الزيادة المتداولة التي يتم الحديث عنها بكثافة، وانتظار قرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية ووزارة المالية والجهات المختصة بالتأمينات بداية من الأول من سبتمبر. ووفقا لآخر مرسوم صدر، هو المرسوم رقم 135 الذي أقر زيادة بنسبة 30% فعليا على المعاش التقاعدي المستحق. كما أعلنت وزارة المالية لاحقا أن معاشات المتقاعدين ستطرح متضمنة الزيادة الجديدة. كما أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراءات تحويل المعاشات، وذلك مع الزيادة تمهيدا لصرفها عبر المصارف العامة والمؤسسة السورية للبريد. وحتى الآن ننتظر الأول من سبتمبر بفارغ الصبر حتى نستطيع وأن نكون قادرين خلال الفترة المقبلة على التعامل مع هذه الزيادة الجديدة التي تصل نسبتها إلى 42%، والتي يمكن صرفها من البريد ابتداء من الأول من سبتمبر. وبالتالي فإن أي دعوة للذهاب للبريد حاليا الانتظار للأول من سبتمبر للحصول على هذه الزيادة. ومن المتوقع أن تكون الزيادة 42% كافية وافية لمعظم أصحاب المعاشات الذين لطالما عانوا في هذه الحياة من الزيادات الكبرى والفظيعة التي رأيناها في الأسعار، والتي أيضا في بعض الأحيان لا يستطيع صاحب المعاش أن يتحملها لوحده في ظل موجة ارتفاعات في الأسعار لا تتوقف أبدا بل تزداد باستمرار. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. انتظرونا خلال الساعات المقبلة في مزيد من أخبارنا المختلفة والعاجلة بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.